بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. شهر رمضان أوشك على الانتهاء، خلاص النهاردة تلتين الشهر أهو، يعني باقي 8 أيام. كل سنة وانتم طيبين، أو بقى 9 أيام. كل سنة وانتم طيبين، شهر رمضان كريم عليكم جميعا يا رب العالمين. ويعيد عليكم رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة وانتم بكامل الصحة والعافية. النهاردة مباراة مهمة جدا أمام إنبي في ملعب المقاولين العرب. هيكون في بعض التغييرات الطفيفة في التشكيل المتوقع يمكن يعود محمد صبحي، رغم ان انا كنت يعني كرأيي الشخصي ان مهدي سليمان طالما تألق في المباراة اللي فاتت قدام الاتحاد السكندري، وكان احد اسباب الفوز للزمالك والحصول على الثلاث نقط. اتمنى ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ما تأثرش عليه، استبعاده ما يأثرش عليه. يعني محمد صبحي في حراسة المرمى النهارده، في حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، محمود بنتايج، محمد ابراهيم، وعبد الله السعيد. طبعا محمد شحاته بيغيب، فهيكون بقى موجود احمد ربيع، وموجود احمد فتوح وشيكو بنزا وبزيرة، وكمان ناصر منسي باذن الله، او عدي الدباغ زي ما نشوف. يعني اي تشكيله هيلعب، كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه متحمسه وكل اللعيبه يعني باذن الله تعالى النهارده ربنا يوفقهم ويرزقهم التوفيق ويفوزوا، والزمالك يخرج من الدور الاول وهو فارق ب3 نقط عن الثاني، وفارق ب6 نقط عن المركز الثالث اللي هو النادي الاهلي. يعني موضوع احمد حمدي يا جماعه، بالنسبه لي ان هم مجمدين احمد حمدي، انا لست مع هذا الراي تماما. يعني حتى احمد حمدي لو مضى لنادي تاني هيروح نادي تاني. يعني المفروض ان انا استفيد منه الفتره اللي موجوده دي. يعني اللعيب كان بدا ينزل وبدا يلعب وكده وخلاص، ومعتمد جمال تبناه. ان انا اجمده عشان هو مضى لنادي تاني، يبقى ما انا بديله فلوسه. يعني انا بديله فلوسه يعني. فايفالت ان انا اجمد لعيب يعني، وما استفدش منه. استفيد منه لحد ما يمشي، يعني ايه المشكله يعني؟ استفيد منه لحد ما يمشي، استفيد من كل اللعيبه الموجوده. لكن انا اجمد لعيب عشان ما وقعليش، لا، زي ما عملت قبل كده مع محمد السيد وركنته، وفي الاخر مدد عقده. فلازم استفيد من اي لعيب موجود عندي. يعني قرار، يعني نتمنى ان جون اودوارد يعني يبتعد عن هذه السياسه، سياسه ان انا لعيب ما جددش معايا يبقى انا بجمده خلاص. يعني مضى، هو ممكن يكون مضى البيراميدز خلاص، او مضى لاي نادي تاني بصرف النظر. لكن اجمد اللعيب يعني مش حلوه يعني خالص نهائي يعني. لازم استفيد من اللعيب الموجود عندي. بالنسبه لقرارات النادي الاهلي مالناش دعوه. هما بقى يخصموا 30%، يخصموا 50%، يخصموا 100%، دي مش مشكلتنا خالص نهائي. انت قدامك فرصه دلوقتي ان انت تركب على المنافس، وانت لو فزت النهارده وفزت ماتشين كمان خلاص انتهت القصه خلاص. انا بقول لك الدوري للزمالك، الدوري للزمالك. بالنسبه مجلس الاداره كان عامل امبارح حفل سحور، حضروا مجموعة كبيرة من الإعلاميين، حتى الإعلاميين اللي هم مختلفين مع المجلس أو كانوا بيهاجموا المجلس. نتمنى إن تبقى صفحة جديدة. كان في مجموعة كبيرة جدا من الأهلاوية طبعا بينتموا للنادي الأهلي موجودين. أتمنى إن تكون صفحة جديدة، يكون المجلس عرف متأخر قيمة الإعلام وقيمة الإعلام وتأثير الإعلام. لكن آخر حاجة عايز أقولها للمجلس، يعني حرام الموظفين ياخدوا رواتب، لازم الموظفين ياخدوا رواتبهم. احنا في شهر مفترج، داخلين على الشهر التاني دلوقتي. النهارده كام النهارده؟ معرفش كام مارس النهارده، 10 مارس ولا 11 مارس. والموظفين ما قبضوش الشهر اللي فات. الموظفين والعمال دول غلابه ما لهمش اي ذنب يعني. يا ريت المجلس زي ما عمل حفل صور امبارح يتكلف شيء وشويات زي ما بيقولوا، يدي الموظفين الغلابه رواتبهم. كل سنه وانتم طيبين.